عندي واحد الانقطاع حساسيه على فريق الوداد البيضاوي البارح، على اعتبار انه كيمثل يعني المغرب في اكبر تظاهره افريقيه بالنسبه للانديه. النقطه الاولى كتتعلق بما هو ايجابي. البارح بالرغم من الهزيمه الا انه كان يعني كنا كنشوفوا واحد الفريق اللي كان واقف في التيران اغلبيه ديال المراحل ديال المقابله. البعض يظن بانه المباراه كانت سهله والخصم كان سهل. ماشي الخصم اللي كان سهل، هذه نظره تقنيه متواضعه، ولكن الاسلوب اللي كان لعب به سي عموته في تنويم المباراه، تنويم الخصم، وبالتالي اللعب على مفاجاه الخصم. وهذه الخاصيه هذه كنتمنى انها نشوفوها ان شاء الله مستقبلا، لانها خاصيه صراحه. ربما الا شفت من عند عموته شي حاجه ربما لمست هذه القضيه هذه، الا انه على المستوى الفردي الوقت اللي بغينا نشوفوا بعض اللاعبين يطبقوا هذه العمليه، خصوصا بن شرقي. هنا وقعنا في الغلط. ان بن شرقي للامانه من نهار اللي لعبنا التونو في لافرونس ورجع للمغرب الفارسي، وانا متبعو زعما بكل تواضع، السيد تراجع عليه النيفو ديالو ودارت عليه واحد الهاله اعلاميه كبيره، وبن شرقي ما بن شرقي، ولكن اللعاب البروفايل ديالو هذه بكل امانه مازال خصو الوقت. راه لا يعقل على انه نحطو خضروف اللي كنعتبرو انا اكبر واحسن وسط ميدان هجومي اللي كيقدر يخلق التنشيط الهجومي ويقدر يدعم الجهه اليمنى ونجم، ولا الجهه اليسرى كان فيها اونضام ويقدر يدعم حتى العمق الهجومي اللي فيه جبور. ما كانش البارح. لماذا؟ هناك جزئيات ربما كيعرفها المدرب، لان احنا ماشي قراب من التدريب. النقطه الثانيه هي على مستوى ديك الجهه اليسرى. جربنا العديد من اللاعبين، وهنا راه كني كنهضر لا انتقد من اجل التهديم، بالعكس من اجل البناء. اضعف عنصر البارح كان يعني للامانه كانت هي الجهه اليسرى في الدفاع. الى درجه انه البيت راه ما خصهاش تجاوب البيت كي الخطا اللي جات مريض توش وتلعب وربعه ديال اللعابه كيشوف الكره كيفاش جاب هذاك البيت. ديكاجمون دوبال من عند سميتو المرابط، ديكاجمون اللي كانت غريبه. مشى الكورنين لعبوا الكورنين تباركه. المشكل واش المرابط دار بروغريسيون، دار اصلاح من بعد ما تطورش. اغلبيه اللي توش اللي دار المرابط كانوا التنقيط ديالهم ضعيف، وانا ملي كنقول ضعيف راه من اجل البناء ماشي من اجل التهديم. النقطه الثالثه وغادي نخلص. النقطه الثالثه وهو انه الوداد البيضاوي عندما فاز بالبطوله كان ينافس على مستوى البطوله المغربيه، والبطوله المغربيه حنا كنعرفوها. الان ملي كنجيو كنطلعوا لو نيفو اشنو كيوقع؟ هناك بعض العناصر اللي كتنافس على لو نيفو قادره تمشي لو نيفو احسن المستوى، ولكن هناك بعض العناصر داخل منظومه الوداد صعيب عليها انها تسير له نيفو. لهذا ما نتفاجئوش الى وقفنا في هذا الدور هذا او دور نصف النهائي. لهذا يجب تدارك الموقف ويعني تغيير بعض العناصر. وهنا راه كنشوفوهم، راه الجمهور شافهم، راه الوداد هذه ديال 6 سنين ماشي ديال هذا العام هذا. الوداد هذه راه ديال 6 سنين من اجل اننا نصلحوا رشيد. انا استاذ يمكن انت درتي واحد التحليل ديالك وداك الشيء يمكن ناخذ منه حاجه مهمه، هو الجهه اليسرى كوتي غوش ديال الوداد. ان كوتي غوش ديال الوداد كيف قلتي انت وكيف كاع الوداديين شافوا المغاربه كاملين في الوداد في هاد 3 سنين الاخيره ولا في هاد العامين الاخيره، الا ما دوش واحد 7 ولا 8 ديال لي زارير غوش. دوز هذاك الكابوني اللي جا من وجده، الكردي، المرابط، قادارين، فهد اكتاو. ف في حين ان اليمن نصير محامي يدير بوحدو، نصير بوحدو محامي جوقه، وهذا هو اللي كيبين بان ديزيكيليبر. كاين واحد اللي كيلعب في 40 ماتش في العام كيلعب واحد 35.